رمضان يعني كنافة، والعشاق صينية الكنافة التقليدية. يلا نعملها مع بعض بتركات بسيطة وسريعة. كوبايتين سكر حطيتهم في حلة، وحطيت عليهم كوباية ونص مية، وحطيت عليهم كمان معلقة عسل جلوكوز كبير. وده الشربات بتاعنا، حطيته على البوتاجاز من غير ما اقلبه خالص عشان ما يتكرملش. نطبق بقى صينية الكنافة مع بعض. نص كيلو كنافة متفرز فرغته ناعم جدا. نص كوباية سمنة بلدي حطيتها في قلب الصينية، ونزلت بنص كمية الكنافة، وفضلت اضغط فيها كويس جدا عشان تطلع الكنافة بتاعتي رقيقة. وحطيت عليها فنجان سمنة بلدي كده في النص، وكان عندي قشطة لبن حوشتها، ورحت نازلة بيها على الكنافة وفردتها. ودي مانجا نعومي مفرزاها من سنة للسنة، حطيتها ونزلت عليها كمان بنص كمية الكنافة، بس هنا ما ضغطش. وحطيت السمنة، نص كوباية سمنة. الكنافة يعني سمنة بلدي وكتير شوية. ودخلتها على فرن ساخن 180 درجة. هنا الشربات بتاعي عقد، حطيت عليه ليمونة، والكنافة بتاعتي خرجت. قلبتها على الوش التاني وحطيت لها العسل بتاعي. الكنافة سخنة والعسل بارد، وكل سنة وانتم طيبين. وده شكلها.